ده كان معايا ان هو في ثالثه ابتدائي، دلوقتي في ثانيه ثانوي اولى ثانوي. ده بقى موسوعه في المواهب يا جماعه. مكتبه اسكندريه احتضنته، مكتبه اسكندريه تلاقي بيمثل كمبيوتر، استاذ كمبيوتر، بيغني، بيألف، بيقول شعر، بيلقي شعر، كوكتيل معقول مواهب. اتفضل. بس قبل ما ابدا اقول حاجه، انا اسمي مروان طارق، عندي 16 سنه. انا بس عايز دقيقه احداد على روح كل شهيد وقع من يوم 25 يناير لحد دلوقتي. شكرا. فاتتنا كلنا دي يا ابني، برافو عليك، برافو عليك. على فكره ده كان احد اعضاء المسرحيه الرائعه اللي احنا عملناها والاستاذ عثمان اثنى عليها، اللي هي ميدان التحرير بعد ثوره 25 يناير. عملناها وشارك الاولاد دول في تاليفها وكانوا عيال صغيرين، وعملناها على المسرح هنا، وعملناها في المتحف القومي، والناس بكت، طلعت بكت من التاثر. مروان كان احد الابطال. أزرق، لأن الخط اليمين أزرق، القلم في الفصل أزرق، وأما قال مقلوب وطافح ركبوه البوكس الأزرق، لبسوه في السجن أزرق، وختم ختم نسر الأزرق. البنات القطر فاتهم تحت تحت عينيهم أزرق، واللي ضيع تستخبى تحت ليلة هلس أزرق. وجميلة كان بتحشد كان لابد من الفصل الأزرق. الولد لفف ودخن فخ كان دخانه أزرق. مصمص دمه دار همه في منطلون الجنس الأزرق. واللي قال حرام رموه في مكان ما عرفوش الجوز، ما عرفوش الجن الأزرق. يبقى ليه الأحمر والأبيض لما هي لونها أزرق؟ القصيدة دي أنا بهديها لأصحابي المعتقلين دلوقتي. أنا أصحابي 16 سنة معتقلين من تحت بيوتهم. إحنا لا في دولة عدل ولا في دولة جميلة. طول ما احنا بنقول كده، لان مصر هتبقى الدنيا وقد الدنيا طول ما احنا ما بنحترمش الناس كلها تبقى المشروع. الله هناخد حقهم يا مروان، هناخد حقهم لما ناخد من كل فاسد يشهد على نظام وداد مبارك عسكر فلول اخوان ومنهم السيسي. انا خرفت يا مروان، وانا اسف ان انا بعلنها، كنت بعتز بيك جدا، ده كان لكن الان انت اتمسحت من حياتي للاسف يا مروان. انا اسف ان انا جبتك بعتز لكل الناس عشان الكلمه اللي قلتها. انت احتفظ بنفسك برايك وتفضل مع كلامك. للاسف الشديد في نوعين، هو لو